في قناتنا. يا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة عشان الكل يشاهد. ويا ريت لو عندك فيلم جديد تحط لنا اسمه في التعليقات. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. يلا نبدأ الفيلم. فيلمنا بيبدأ مع ساحر اسمه كليسيوس وهو بيسرق صفحة من كتاب سحري. تجيله ساحرة قوية واسمها الانشنت وان توقفه، وبيطلع يجري هو ورجالته منها، وهي بتدخلهم في حاجة اسمها بعد المرايا، ويبدأوا يتقاتلوا مع بعض لحد ما كليسيوس فتح بوابة لمكان تاني وهرب. بعدها بنتعرف على دكتور الجراح ستيفن سترينج وزميلته كريستين، وهو دكتور أعصاب شاطر أوي ومغرور بزيادة، وبيتفقوا هما بالليل يروحوا حفلة مع بعض. سترينج وهو في طريقه كان بيتواصل مع المساعد بتاعه واتلاهم على التليفون، وعمل حادثة وعربيته اتقلبت وأغمى عليه، ونشوفه بعد كده في المستشفى نعرف إن حصل له حادثة جامدة. حصل له تمزق في أربطة إيده وأعصابه، إيده باظت من الآخر ومبقاش قادر يحرك إيده، ركبوا له مسامير كتير، وكريستين فضلت جنبه، ومع الوقت أعصابه اتحسنت شوية بس مرجعش زي الأول. وتواصل مع دكتور جراح عشان يعمل له عملية، لكن الدكتور رفض وقال له العملية هتفشل وانا سمعتي هتبوظ، وكده دكتور سترينج هيفقد وظيفته كدكتور جراح، انتهت عشان ايده بتتهز. كريستينا بقت تحاول تخليه يتأقلم مع الوضع الحالي، وهو اتعصب عليها وقال لها خليكي في حالك متعمليش فيها مهتمة بيا، وهي طبعا اتضايقت وسابته ومشيت. وستيفن عرف إن في مريض كان عنده نفس الحالة لكن حالته اتحسنت وخف، وراح له سترينج عشان يعرف منه عمل إيه عشان يخف، ورد عليه وقال له أنا رحت قعدت مع ناس في مكان اسمه كامرتاج وهناك خفيت، وكان في حاجات كتير أقدر أتعلمها بس أنا اكتفيت أما جسمي اتحسن. فسترينج فورا خد بعضه وراح يدور على المكان، فضل يدور لحد ما طلع عليه حرامية وعايزين يسرقوه، بيرفض فبيقعدوا يضربوه ويهنوه لحد ما جه راجل مقنع بيظهر وبيضربهم بسهولة، وبيقول له لو بتدور على كفر تاج تعالى ورايا، وبيوصلوا المكان وبيقول له المقنع اللي اسمه مودرو إن إحنا في مكان الانشنت وان. وسترينج لقى الناس بتعامله حلو، بيتفاجئ إن الانشنت وان نفسها هي اللي بتديله الحاجة يشربها، دي نفس الساحرة اللي كانت في أول الفيلم، وكانت عارفاه وعارفة إيه سبب مجيئه لحد هنا، وسألها إزاي قدرت تعالجي واحد كان مشلول وخليتيه يمشي وهو كان مستحيل يتحرك. فقالت له أنا بس أقنعته إنه يقدر يمشي وعالجته روحيا، وهو فهم إنها بتعرف تجدد الخلايا مثلا. هي قالت له لأ، أنا بعرف أوجه الروح عشان تعالج الجسد، وهو زعق فيها وقال لها مفيش حاجة اسمها روح، وراحت ماسكاه وخبطة في صدره خبطة طلعت جسمه بره، ولقى روحه طايرة في المكان ورجعته تاني. واللي عملته ده اسمه الإسقاط النجمي، وقالت له انا عملت كده عشان اوريك قد ايه انت جاهل ومحدود. راحت لامسه دماغه طلعته الفضاء وسفرته عبر الاكوان، ولاقي ايديه طلع منها ايدين تانية صوابع كتير، وودته اماكن غريبه. وبعد كده رجعته لمكانه وكان مبهور مش مصدق نفسه، وطلب منها انها تعلمه بس هي رفضت وطردته بره. وهو فضل يخبط على الباب ويطلب انها تدخله، ومدرو قال لها ان سترينج بقاله 5 ساعات واقف بره على الباب وشكله قوي ومش بيستسلم بسهولة. فقالت له أنا خايفة بعد ما أعلمه يطلع شبه كليسيوس، فقال لها إن كليسيوس سرق صفحتين من الكتاب، ولو فك شفرتهم هيحل الدمار على العالم، وإنهم أكيد هيستفيدوا من سترينج لو انضم معاهم. فوافقت إنها تدخله تقعد معاه، وبتبدأ وبتقول له إن إحنا بنسخر الطاقة المصحوبة من الأكوان المتعددة لإلقاء التعويذة والخلق السحري. وهو قال لها أنا هعمل كل ده إزاي؟ فقالت له بالتدريب، وراح المكتبة عشان يدرس السحر، وقابل أمين المكتبة اللي اسمه وان وعاوز منه كتاب جديد عشان هو خلص 3 كتب. ولما دخلوا عند كتب المعلمين الكبار سترينج شاف الكتاب بتاع الانشنت وان وسأل وان هي محرمة على الكل إن حد يقراها؟ فقال له وان في كمرتاج مفيش حاجة محرمة، بس الكتب دي متقدمة قوي على الكل ما عدا ساحر واحد أو اتنين. ولما سترينج مسكه وفتحه لقى فيه صفحات مقطوعة، فقال له وان إن ده كتاب دراسة الزمان، واللي قطع وسرق صفحات كان ساحر سابق عندنا واسمه كلاسيوس، وبقول له أنا دلوقتي حامي المكتبة وهقتل أي حد يفكر يسرقها. سترينج خاف منه ومشي، وكلاسيوس يبدأ يطبق ويستعمل السحر اللي مكتوب في الورق اللي سرقه. وبنعرف إن هو ورجالته بيعبدوا كيان اسمه ترمون وبيعملوا تعويذة علشان يستدعوا قوات ويعرف يحارب. وسترينج المفروض إنه بيتعلم زيه لكن بسبب أعصابه مش عارف يعمل حاجة، وبيديلهم خاتم اسمه خاتم الانتقال، وده بيسمح لهم السفر عبر الأكوان، وكل اللي عليهم إنهم يتخيلوا هم عايزين يروحوا فين، وينفتح لهم بابا في المكان اللي هم عايزين يروحوه. دكتور سترينج لسه مش عارف يعمل حاجة، وبيروح يكلم الانشنت وان وبيقول لها المشكلة فيه، فبتقول له لا المشكلة مش في ايدك، وبتجيب له واحد ايده مقطوعة وفي نفس الوقت ساحر عادي، وبتقول له ان الحل ان غرورك يستسلم وقوتك هتزداد. وفتحت له بوابة وراحت لقمة جبال إفرست وقالت له استسلم، وسابته ومشي، وكانت مستنياه هو اللي يفتح.
بوابة من عنده ويرجع بنفسه. سترينج قعد يحاول ويحاول لحد ما فعلا قدر يرجع تاني، وبعدها راح لوينج المكتبة وعاوز منه كتاب عن إسقاط النجم، ووينج كان رافض وشاف إن لسه بدري عليه. فسترينج استغل موهبته الجديدة وقعد ياخد الكتب اللي عايزها، وفعلا قدر يتعلم الإسقاط النجم. والإنشنت واندم نفسها قالت له إن أنت اتطورت بسرعة، وبتقول له أنت دلوقتي محتاج مكان آمن عشان تتدرب على السحر بتاعك. وفتحت مكان اسمه بعد المراية، وده كان موازي للعالم الحقيقي. بس أي حاجة بتحصل هنا مش بتأثر على العالم الحقيقي. وبتقوله في الغالب بنستعمل بعد المرايع عشان نتدرب ونراقب ونحتوي التهديدات. ولما لقى تقصدي ايه بالتهديدات وديته لمكان تاني وقالت له ان في عدد من الاخطار لا نهائي، مرضتش تقوله كل حاجة ما يعرفهاش، سابتها لوقتها. وبعدها بيروح المكتبة وبيقرأ كتاب الزمان، بيلاقي صفحة عن عين، والعين دي بتكون في المكتبة وجواها حجر الزمان. وهو حجر من حجار انفينيتي ستون، وبيلبس السلسلة بتاعته وبيبدأ يتعلم ازاي يشغلها. وبيلاقي نفسه قدر يتحكم في الزمان ويرجع التفاحة اللي قدامه كأنها لسه ما اتاكلتش. وكمان بيقدر يرجع بالصفحات المسروقة من الكتاب. بس بيخش عليه وونجو ومودرو وبيوقفوه بيقولوله إن اللي بتعمله ده خطر، وإن التلاعب بالزمن ممكن يخلق فروع تانية في الزمن وثغرات زمنية. وبياخدوا منه الكتاب وبيستغربوا إنه فهم اللي في الكتاب ده بسرعة، ويفهموه إن الصحراء بتحمي العالم من الأخطار الكونية. وفي 3 معابد لنا اتعاملوا متصلين ببعض، واحد في هونج كونج، واحد في نيويورك، وواحد في لندن. وأخطر واحد بنحاربه اسمه درمانو، وهو عايش بره حدود الزمن، وهو مستعمر كوني بيدمر العوالم وعاوز يدمر الأرض، وعاوز يدمر المعابد بتاعتنا ال3 عشان يقدر يسيطر على الأكوان، عشان يعرف يتحرر ويدمرنا. والصفحات اللي سرقها كليسيوس هي التواصل مع درمو. ومرة واحدة لقوا كليسيوس دخل عليهم وبيحاربهم بعد ما دمر معبد لندن. وسترينج بيفوق وبيلاقي نفسه ببعد المرايا ويواجه كليسيوس ورجالته. طبعا ما كانش قادر عليهم لوحده، بس وسط المعركة دي في دولاب العباية حمراء، والعباية بقت ملازمة للدكتور سترينج وبتنقذه وبتبعده عن الخطر. وتوجهه للأسلحة متعلقة على الحيطة. سترينج رماها عليه وكتفته في مكانه. مكليسوس ملقاش حل قدامه غير انه يقنعه بأفكاره الشريرة، وبيقول له كلنا رحنا عشان نتعالج وفي الآخر علمتنا السحر. لا، وخلت السحر القوي والحقيقي لنفسها. وقتها بيهجم على سترينج واحد من رجالة كليسيوس بخنجر في صدره، والعباية بتنقذه منه. وبيفتح بوابة للمستشفى اللي كان شغال فيها، ويروح لكريستين ويطلب منها، وهي بتحط له الأجهزة. ستيفن بيظهر لها بشكل نجمي وبتترعب من اللي شايفاه، وبيبدأ يوجهها ازاي تعالجه وتحط له الإبرة. لكن مرة واحدة بيظهر الشخص اللي في العباية ماسكاه وبيطلع هو كمان وبيروح لسترينج، وواجهوا بعض وبتتقلب حرب أشباح. لكن سترينج بيقدر ينتصر عليه وبيموته نهائيا. وبعدها كريستين بتنجح إنها تعالجه، وبيعتذر لها على اللي قاله قبل كده، وبيحكي لها على اللي حصل في قمر تاج. وبعدها بيسيبها وبيمشي وخد العباية الحمراء. وبيلاقي مودرو وكلوسيوس لسه بيهاجم المعبد، لكن سترينج بيعمل بعد المرايا عشان كلوسيوس ما يقدرش يدمر حاجة حقيقية. بس مودرو بيقول له إنهم بقوة دورمو وبيكونوا في بعد المرايا أقوى، فبيطلعوا بيجروا منهم. وكليسيوس بيعرف يسيطر على بعد المرايا وكان هيقتل دكتور سترينج، لكن الانشنت واندا بتدخل وتبدأ تواجههم لوحدها. وهنا مودرو بيعرف إنها بتستمد قوتها من البعد الملازم، وده المفروض مخالف للقوانين. لكن كليسيوس بيقدر يتغلب عليها وبيرميها للعالم الحقيقي. ويروح سترينج ومودرو وراها. سترينج بياخدها المستشفى عشان يعالجها، ويطلع جسمها ويروح يكلمه، وبتقول له انا فضلت احارب الشر كتير وكده كده كنت هوصل للي انا فيه. وبتقول له انت اللي هتقدر تقف قدام درمان. وبعدها بتختفي من جنبه وبتموت. ومضرو بيقابل سترينج وبيقول له ان اللي بيحصل ده كان غلط، لانشنت وان بتحتفظ بالقوة دي لوحدها وكمان خلفت القوانين. سترينج بيقول له تعالى نأجل الحوار ونروح نوقف كيسيوس. مش بيبقى فاضل غير معبد هونج كونج بعد ما كليسيوس دمر أول 2 من المعابد. وما بيوصل دكتور سترينج بيكون المعبد اتدمر فعلا ودورمو خلاص جاي كوكب الأرض. فدكتور سترينج مش بيلاقي حل غير إنه يروح للفضاء ويطلع يستخدم حجر الزمان، وبيدخل دوامة زمنية بنفس المشهد. يعني دكتور سترينج يجي له دورمان ويقتله ويتعاد تاني نفس المشهد، وبيتحبس في الفترة الزمنية دي. ودورمو اتجنن، كل شوية بيلاقي دكتور سترينج داخل عليه كأنها أول مرة ومش عارف يعمل حاجة، لحد ما اتخنق وعمل صفقة مع الدكتور سترينج وسحب كولوسيوس ورجالته من على الأرض. دكتور سترينج رجع كل حاجة لمكانها قبل ما كولوسيوس يجي.
ومودرو شاف إن سترينج كسر القواعد باستخدام حجر الزمان زي ما الانشنت وان كسرت القواعد قبل كده. قرر إنه مش هيكون معاه وهينشأ عنهم. دكتور سترينج قرر إنه يرجع حجر الزمن لمكانه لحد ما يكون متعلم بشكل كافي. وهنا بيخلص فيلمنا. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة يا اخواتي. سلام.